السلام عليكم، أنا ياسمين الجزائرية. في هذا الفيديو سأخذكم في جولة إلى الزمن الجميل وتحديدا إلى المملكة المغربية لنطالع كتبها المدرسية القديمة خلال فترة التسعينات. كتاب اليوم هو في مادة التاريخ موجه إلى طلبة الثانية ثانوي. الكتاب طبع للعام الدراسي 1997-1998 بمدينة الرباط. تخيل معي بأن الدكتور الصنايبي الذي يخرج علينا متبجحا بأنه لا تاريخ للجزائر وبأنها صنيعة فرنسا درس بهذا الكتاب في مرحلته الثانوية. نفتح الصفحة رقم 70 ولنقرأ ما جاء فيها. وتطور كيان الإيالة الجزائرية المستقلة عن الباب العالي في مطلع القرن التاسع عشر مع علي خوجة الذي أضعف قوة الإنكشارية بتحالفه مع الكونغولية التي عانت من ميز العنصر التركي، فتبلورت ملامح دولة جزائرية، إلا أن الاحتلال الفرنسي سنة 1830 أوقف هذا التطور. بينما في الصفحة رقم 74 جاء فيها ما يلي: ففي الجزائر تم إقامة علاقات سياسية مع الدول الأوروبية، وكانت في ظل القيادات القوية تفرض على الأوروبيين شراء السلم، حيث أمضت مع فرنسا منذ 1619 معاهدة سياسية مقابل عرض مالي هام، وأخرى سنة 1694 ضمنت مصالح الجانبين. واضطرت إسبانيا بدورها ما بين 1785 و 1790 لتقديم حوالي 4 ملايين دولار ونصف مقابل إبرام عقد السلم مع داي الجزائر. بل تمكنت الجزائر مع تصاعد قوتها من استرجاع ميناء وهران سنة 1792 من الإسبان، ثم أرغمتهم على دفع 60,000 دولار للداي شخصيا والالتزام بتقديم هدايا فاخرة لشخصه كلما حل بمدينة الجزائر قنصل إسباني جديد. وحدت الولايات المتحدة الأمريكية حدو إسبانيا، فعقدت مع الداي في 5 شتنبر 1790 معاهدة بمقابل نقدي وصل إلى 64,200 دولار، وآخر على شكل معدات للإيالة. كما قدمت المملكة البريطانية هدايا لكل من الداي ولأعضاء الديوان لتوقيع معاهدة مع الجزائر. في الصفحة 52 نقرأ الآتي: عرف الجناح الشرقي للعالم الإسلامي في العصر الحديث ظهور الإمبراطورية العثمانية كقوة كبرى امتدت على القارات الثلاث وحمت البلاد الإسلامية من أطماع المسيحيين الأوروبيين. إذن باعترافكم وفي كتبكم المدرسية لم تكن الدولة العثمانية استعمارا، بل كانت خلافة إسلامية. فأين كان المغرب آنذاك؟ لماذا غاب عن المشهد الإسلامي؟ هذا هو التاريخ الحقيقي للجزائر الذي درسه الصنايبي وغيره في التسعينات في المغرب قبل مرحلة التطبيع.